طبعا جبت البط بثلاث مستويات من البط مختلفه، من اول البطه النونو لحد البطه الكبيره. طب تعال نقول لك بقى كمان ان في حاجات كتيره جدا بتقوم بنفس وظيفه البط بس على اشكال فواكه زي ما انت شايفه لذيذه برده. البيبي منها بيتعلم اشكال الفواكه او اشكال الخضروات حسب ما هتلاقي في مستويات فواكه وفي مستويات خضروات. يعني دي فواكه هتلاقي موز اهوت، وهتلاقي اناناس، وهتلاقي برتقان جميل. في حاجات بعيد قوي كمان عن اشكال الايه الفواكه، حاجات برضو اشكال كده مختلفه كلها لذيذه، وكمان كلها سيليكون امنه على البيبي. دي كمان شكل مختلف اهو. في منها كمان اشكال خضروات كمان موجوده، وفي كمان ايه لو انتم شايفين هنا، بص هنا كده في اشكال كتيره مكعبات بقى مع اختلاف الاشكال اللي موجوده هنا للنون. طب انا هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها حاجات كتير. اولا ممكن تبقى في ايد البيبي هيلعب بيها، ده شيء يعني مع اختلاف بقى مرحله عمريه للبيبي او انت تلعبي طفلك بيها. ممكن تحطيها معاه في البانيو في الاستحمام، تبقى برده حاجه من الروتين اللي انت بتستخدميه لطفلك، سواء انت بقى عايزه اشكال بطوطات جميله زي دي او عايزه اشكال مختلفه من اللي انت تعلميه لطفلك. ما تنسوش كمان بقى لو انتوا رايحين المصيف خلاص البيبي الصغير جبنا له حاجه، البيبي الكبير لازم تجيبي له حاجه برده. الحاجات اللي انتوا شايفينها معانا دي لذيذه قوي وجميله جدا جدا جدا. سواء بقى هتجيبي البنوت كده ايه لايف جاكيت جميل قوي، بصي لايف جاكيت جميل ده لو هو البنوته بنت او طفلك بنت، وده لو هو ولد سبايدر مان بقى ويعيش اجواء لذيذه في البحر. واكيد هتروح المصيف السنه دي. شوف بقى العوامه المختلفه دي، بصي عوامه على شكل مركب اهي لذيذه قوي ومختلفه، وبرده منها الوان. هتلاقوا ايه اللون ده بناتي واللون ده اولادي. بصوا على فكره خلي بالك فيها شخاشيخه اهي، وخصوصا برده دي على فكره كمان ايه لذيذه، يعني تقدروا تستخدموها لو كنتوا رايحين بحر او رايحين بقى ايه بسين. جميله جدا كلها منتجات موجوده. واوعوا تنسوا كمان تجيبوا نضاره البيبي. النضارات بقى مع اختلاف انواعها واشكالها موجوده هنا في رأفت صيام. استنوا فيديوهات جايه لكم تفاصيل اكتر على كل المنتجات اللي انتم بتحتاجوها لاطفالكم اللي موجوده في عالم رأفت صيام الكبير جدا للطفل او للنونو.